السلام عليكم. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. افكار لسحور رمضان، كل سنه وانتم طيبين. رمضان 2026 هنعمل النهارده 6 وصفات للسحور. تابع الفيديو. مبدئيا هنخرط مع بعض كده بصلتين بحجم وسط، تمام. وطبعا التخريط اللي انت حباه زي ما انت عايزه، حابه تعمليه دواير زي ما انت عايزه، حابه تعمليه قطع صغيره، على حسب كل وصفه هنعملها مع بعض دلوقتي، تمام. وهنخرط برضو الطماطم مع بعض بالمنظر ده. يبقى كده احنا حضرنا البصل والطماطم، تمام. وتعالوا نحضر مع بعض برضو كام قرن فلفل كده، برضو هو كمان هنحتاجهم في الوصفه بتاعت النهارده. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا على اول طبق هنعمله في السحور لا غنى عنه. هنضيف شويه بصل كده وشويه فلفل وشويه طماطم ومعلقتين كبار من الطحينه وعصره نص ليمونه وفلفل وشويه كمون وملح، تمام. ولو حابه تزودي فلفل زودي. وكيس فول ب5 جنيه. وهناخد الكلام ده كله نضربه ضربه كويسه كده في الخلاط او بالهاند بلندر. وهتضيفي على الوش شويه بقدونس. وعملتي اول طبق، وده الفول اللي بنشتريه كده من المطعم، فول السندوتشات. وبتضيفي على الوش كده شويه من الزيت. ويلا بينا نعمل مع بعض تاني طبق. هنضيف شويه كده من البقدونس وعليهم معلقتين كبار من الطحينه، ومعانا معلقتين كبار من الزبادي. وهنضيف عليهم الجبنه القديمه، تمام. يعني هتقولي جبنه قديمه في السحور، هقولك لا احنا مخففينها بالزبادي اللي احنا ضفناه، وكمان ضفنا عليها طماطم وزيت وشويه كده من البقدونس. فكل الكلام ده كله والخيار هيخليها طعمها حلو جدا وتفتح نفسنا كده على السحور، تمام كده. وهنضيفها هي كمان في علبه، وهنشيلها طبعا في التلاجة تنفعنا في سحور رمضان. كده انت هتعملي سحور يكفيك لمدة اسبوع، تمام كده. تعالوا نعمل الطبق الثالث، وهو عبارة عن بصل وشوية من الكمون وشوية من الملح، وكمان ضفنا خيار. ودي الجبنة القريش اللي الولاد مش بيرضوا ياكلوها هنضيفها، وعليهم شوية زيت كده برضو، والبقدونس والخيار والطماطم، كل ده بيخلي الجبنة طعمها في حتة تانية خالص. وهنضيفها برضو في علبة من علب التلاجة، تمام كده. يلا بينا على الطبق رقم 5. وحاجة كده في منتهى الجمال، طاسة وفيها شوية زيت وبصلاية متقطعة تقطيع صغيرة جدا، وعليهم طماطمتين وقرن من الفلفل وكمون وملح. وهنقلب الكلام ده كله كده على النار لغاية ما الطماطم تتسبك معانا. هنكون مجهزين كيس فول ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزة، وهياخد غلوة هو كمان كده على النار. وبقى جاهز معاكي احلى طبق فول بجد تحفة. حطيت كده شوية بقدونس، هسيبه يبرد شوية. بعد كده هحضر علبة كده وهضيفه جوه العلبة، وعلى الوش كده شوية طحينة وشوية زيت وشوية من البقدونس، وهنضيفه هنسيبه يبرد ونعينه في التلاجة. وتقدري تستغني عن وصفة الرنجة دي، تمام كده. انا هنا بقول لكم ان الرنجة ما تعملهاش على النار، بتطلع كده حلوة قوي. هتقولي رنجة في السحور، هقول لك الرنجة دي دلعة وطعمها حلو جدا جدا، هتفتح نفسك في السحور خالص. وهتشربي بقى شوية مية حلوين كده في منتهى الجمال. بعد ما فصصت الرنجة القمر دي كده، شايفين تحفة، طلع فيها بطروخ. يا لو بموت في البطروخ جدا جدا. وهبتدي ان انا اقطع بقى الرنجايه كده كلها، تمام. وسنه ملح وسنه كمون وعليهم برده شويه زيت. وتقدري بقى تاكليها على كده، حاجه في منتهى الجمال. طيب احنا بقى عشان عاملينها للسحور وعايزينها بقى تبقى دلعه كده، هنضيف عليها بقى طماطم وخيار، تمام. وهتقلبيها وشويه طحينه، وكده هتاكليها بجد حاجه تحفه، هتفتح نفسك في السحور. ودلعه مش حادقه، في منتهى الجمال. لو لقيتيها دلعه قوي زودي لها سنه ملح صغيره بس كده. وبرده حفظتها في علبه ودخلتها التلاجة. وتعالوا نعمل مع بعض البابا غنوق. هنضيف برده كده البتنجان المشوي اللي هو البتنجان الرومي، وعليه برده شويه طماطم وشويه من الطحينه وشويه زيت. وهتقلبي الكلام ده كله كده في قلب بعض، وسنه ملح وكمون، وقلبيهم كويس جدا. وممكن تضربيهم بالهاند بلندر، تمام كده. انا عملتهم بالشوكه وبس كده. خلصت اطباقنا بتاعت النهارده. على الوش شويه زيت، وعملتي احلى سحور هيكفيك لمده اسبوع بجد تحفه. جربوها يعجبكم قوي. ولو وصلتي لغايه هنا يا ريت لايك وشير، واتمنوا خير. سلام عليكم.